كابتن هشام، كنت قبل الفاصل بتحكي لنا موقف وقلنا هنكمل بعد الفاصل. انت عارفه بندق لا يعني. انا عارفه. انت عارفه صح. ده مش سهل. يبقى احكي لنا، احكي لي انا وما انا عشان طيب شويه زياده عن اللزوم. فقبل الموبايلات ما تنزل فكان الناس بتكلمك على فين؟ على تليفون البيت. فانا كان عندي تليفون خاص بتاعي في اوضتي يعني. فكنا خارجين مع بعض مره، هو هيفتكر بس شويه بشويه. انا مش فاكر. كنا خارجين وهو كان بقى نجم في الزمالك وانا كنت ساعتها الحمد لله نجم في الاهلي. وكان اصحابنا بقى مين؟ احمد براده، حمائي قبل ما يبقى يعني نجم كبير جدا يعني. احمد السقا، باجاتو، مصطفى سرور، كل الشله دي بتاعتنا يعني. ففي مره انا رجعت البيت بقى، خلاص رجعت بعد ما خرجنا خلاص ورجعت. عملوا فيها مقلب. احمد السقا كلمني، هو الاخ الطيب اللي قاعد قدامك ده. الطيب. قال لي بقول لك ايه؟ الو. ايوه مين؟ قال لي انا الظابط فلان الفلاني. ايوه افتكرت. قلت له ظابط ايه الفلاني؟ في حضرتك طب اؤمر. قال لي انت هشام حنفي؟ قلت له هشام حنفي. قال لي تيجي لي دلوقتي اسم اول مدينه نصر. وانت صدقت يا كابتن؟ فانا اسم اول مدينه نصر، انا عملت ايه؟ انا عمال اقول يا رب عملت ايه مش عارف. والساعه كانت 12 بالليل مع قلقان، فمش عارف اكلم مين. اكلم باجاتو في التليفون ما مش موجود في البيت. اكلم خالد مش موجود. هم قاعدين مع بعض عند مصطفى سرور. بيعملوا فيك المقلب. عملوا فيا المقلب هو واحمد السقا والشله دي كلها. فانا مش عارف انزل ولا لا. رحت نازل، رحت رايح على الاسم مدينه نصر. والله هم قالوا لي نص ساعه تبقى موجود، لان لو كده هنجيب لك قوه على البيت وتيجي هناك. انا قلت انت عملت مشكله، والله انا قلت انت عملت مشكله مش هزار، انا مش فاكر.